مساء الخير. فيديو جديد بلوري كلير، قصص وركروت يوجي، والمرة دي هيبقى آخر جزء لقصة فولن اوف ألبس. في البداية لو الفيديوهات عجباك يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب وشير والحاجات دي كلها، وخلينا نكمل على طول. والفيديو ده تقريبا هيبقى أطول فيديو في السلسلة لأننا هنتكلم عن كل الريفرنسز والحاجات اللي فاتتنا في الفيديوهات اللي فاتت، وهننهي القصة لحد ما نزل. يعني في البداية عايزين نقول إن احنا عارفين إن المعركة لغاية دلوقتي بين اتنين، ألوبر وألبس، اللي واحد منهم بيتحول لتنين لونه أبيض والتاني تنين لونه أحمر، أو واحد منهم براندد إن وايت واحد براندد إن ريد. هل في وجود لتنين أبيض وتنين أحمر بيواجهوا بعض قبل كده؟ لو رجعنا شوية للأدب زمان هنلاقي إن في استخدام فعلا لأسطورة للتنين الأبيض، وأقدم استخدام ليها كان رمز للأنجلو ساكسونيين في حاجة اسمها هيستوريا بريتونوم. القصة بتحكي إن زمان كان الفوردجان بيحاولوا يبنوا قلعة، وكل ليلة كانوا بيشوفوا دايما قوة بتتواجه مع بعض وتدمر الأسوار اللي اتحطت، فكل يوم كده مش عارفين يبنوا القلعة بتاعتهم. ففوردجان ده قرر إن هو يسأل المستشارين بتوعه، قالوا له دور على ولد ما عندوش أب، ولد يتيم، ونقدمه كتضحية للتنانين دي وخلاص عشان يخلصونا. وفعلا دور على الولد ده ولقاه. بس لما الولد ده سمع قصه ان هو هيتم قتله عشان يحلوا مشكله الحيطان اللي بتتهد دي والقلعه اللي مش بتتبني، الطفل بيقول له ان هو يسيبه من المستشارين ويقول له انا هقول لك حل تاني. وبيحفروا في التل حفره كبيره قوي وبيسيبوا التنين اللي بيتواجهوا هناك، والتنينين بيفضلوا يواجهوا بعض لغايه ما واحد يهزم التاني. مين اللي كسب، الابيض ولا الاحمر؟ في القصه بيكسب التنين الاحمر اللي هو عندنا ألوبر يعني. وهنا الولد بيقول له ان التنين الابيض رمز للساكسون والاحمر للفورتيجن اللي هو الشعب ده مش موضوعنا يعني. المهم ان كان في قصه في التاريخ لتنين ابيض وتنين احمر بيتواجهوا، والتنين الاحمر هو اللي كسب. نسيبنا بقى من الكلام ده، خلاص عرفنا ان كان في اسطوره، ونرجع لقصتنا مره تانية اللي سايبين ألبز واقف فيها لوحده بعد ما ألوبر قدر يسحب منه الكريستالات البيضاء اللي بتحوله لتنين تقريبا، ده اللي احنا عارفينه، ومعاه قطعه صغيره بس من الميرور جيد دراجون موجوده في ايده، ورا بريجيد، وشايفين اكليسيا بعد ما اتحولت لكارتيزيا ومعاها التنين الداسك دراجون، وشايفين السوفرنج اتحول لتنين بعد ما اندمج مع التعبان، وشايفين ألوبر اتحول لليبيليون، وشايفين نيكسس اتحول لذابايستل البالوس، وشايفين ماكسيمس اتحول لألبازوا. يعني ايه قدامهم كل الوحوش الممكنه. طيب احنا هنا قلنا المره اللي فاتت ان في وحوش جديده طلعت، البايستل او البستل حسب بتنطقها ازاي، والتنانين دي كانت فيها حاجه قلنا نتكلم عنها في الفيديو ده. عايزين بقى هنا نشوف بصراحه عبقريه اللي كتبوا القصه، يعني انا اقدرهم بصراحه. حاجه بس الاول عايز اقولها عن اكليسيا قبل ما نكمل القصة، ودي أنا ما كنتش أعرفها، في حد بعتها لي قالها لي، فأنا حابب أقولها لأن فعلا حلوة جدا. إن في قديسة في إيطاليا اسمها ريتا اتولدت سنة 1381. هي ليها قصة كبيرة بس يهمنا فيها حاجة. أولا إن كان مكتوب إن هي القديسة دي كانت معروفة بالفيرتيو، بالفضيلة، بيفكرنا بفيرتشوس إكليسيا. بس مش دي النقطة. النقطة إن الاستجماتا اللي قلنا عليها في فيديو قبل كده بتظهر على الإيدين والرجلين وفي أماكن الآلام بتاعة المسيح، ظهرت على رأسها وهنا ده تشابه فظيع مع إكليسيا، إن قالك إكليسيا هي أول ميدن تظهر علامة الاستجماتا على رأسها. فواضح إن إكليسيا دي برضو زي ما قلنا بيحاولوا يحطوا ريفرنسز دينية في كل حتة. أنا بصراحة ما كنتش أعرف المعلومة دي، فشكرا للي قالها لي، وحبيت بس أقولها في أول الفيديو عشان إيه نبقى مجمعين الريفرنسز كلها زي ما قلنا. نروح بعد كده بقى للبايستلز، وقلنا دول هم التنانين اللي ظهروا من الهول، وهم 4 تنانين وكل واحد كان ليه معنى. طيب ايه المعاني بتاعتهم؟ بص بقى يا سيدي. اولا كلمة بايستل او بيستل جاية من حاجتين، ابس وبيستل. بيستل معناها وحشي، وابس اللي هي الهوية، فواضح ان دي تنانين الهوية. وكنا قلنا الفيديو اللي فات ان دول كانوا ظلال للتنانين الحقيقية، وان قوتهم دلوقتي مقيدة وكده. ماشي. اساميهم ليها علاقة كل واحد بحاجة. اول حاجة كل واحد ليه علاقة بتنين، وكل واحد فيهم اسمه ليه علاقة بملك من ملوك فيتربس كينجز او ملوك فيتربس. فيتربس ده كان بيكتب قصة، ومن ضمن القصة كان حاطط فيها اسماء كتير لملوك. الملوك دي تقريبا ما كانتش حقيقية بس هو كان بيكتبها في القصة. طيب مين بقى الملوك دول ومين التنانين اللي بيرمزوا لهم؟ نبدأ ببال دريك. ودريك لو دوست عليها كده في اللينك اللي هم حاطينه هتلاقيها بتوديك للدراجون اللي هو تنين اصلا، فده زي حاجه جينيريك بس ليها معنى تاني هنقوله بعد كده. ومين هو الملك بتاعه؟ الملك بتاعه اسمه برادوس. ولما نفتح اللينك بتاع الملوك اللي لسه قايلين عنه هنلاقي ان في واحد اسمه باردوس. باردوس ده مين؟ باردوس ده ابن دريوس. طب مين اللي ليه علاقة باسم دريوس؟ هنلاقي دريس وورم
اللي هو اسم الملك دريوس، واسم التنين اللي قريب ليه هو ليندورم. وليندورم ده جاي على اسم المفروض حية بالعربي اسمها حية الزيزفون او الحية البيضاء، واللي المفروض دي لو في انسان امتلكها او لمسها بيكتسب حكمة كبيرة. ده اسم التنين. واسم الملك زي ما قلنا هو درويس. درويس ده ابن مين؟ ابن واحد اسمه سارون. طب مين سارون عندنا؟ سارون عندنا هو سارونير، اللي هو الملك اسمه سارون والتنين اسمه فافنير. ومين فافنير ده؟ ده تنين موجود في الحضارة الألمانية وليه علاقة بالنورس ميثولوجي لو فاكرين بقى، اللي هو اودن والكلام ده. ممكن احطه بس صورته لو عايزين تشوفوه، واللينك ان شاء الله افتكر احطه عشان اللي عايز يقرا فيه اكتر. المهم ده سارونير. اخر واحد هو ماجنم هات بهمت او بهموت لو بتقراه بالعربي. المفروض ان ده كائن كبير قوي، هو اللي شايل الارض في الاساطير العربيه، وليه علاقه بلافايتون اللي اتكلمنا عنه قبل كده. ده مش موضوعنا يعني، احنا بس بنقول ان ليه ريفرنس. وماجوس ده اسم الملك اللي هو ابن ملك اسمه ساموثس. طيب حلو قوي، عرفنا ان الاربعه دول موجودين كده، ايه العلاقه بينهم وايه اللي بيوصل الكلام ببعضه. هنا بس ممكن اوريك اسماء الملوك تحت بعض. اول واحد اسمه ساميثوس، اللي هو اسمه برضو ديس، افتكروا الكلمة دي معايا، دي اي اس. طيب مين ابنه؟ ابنه اسمه ماجوس، وماجوس ابنه اسمه سارون، وسارون ابنه اسمه دريوس، ودريوس ابنه اسمه باردوس. وفي واحد تاني مش ابنهم بس معاهم في لستة الملوك، اسمه ايه؟ اسمه ألبيون. ألبيون مين اللي احنا عارفين اسمه؟ ألبيون اللي قاعدين نقوله من الأول، ألبيون ذا شراودد دراجون وألبيون ذا براندد دراجون. ألبيون اللي هو مين؟ اللي هو ألبز. وده بيدخلنا في قصة بنت لذينة فظيعة. ليه بقى؟ ألبيون لو انت بصيت على اسمه على ويكيبيديا هتلاقي ان بين قوسين مكتوب عليه بليك، وبليك ده اللي هو مين؟ اللي احنا لسه قايلينه، بالدريك. وقلنا دريك ده اسم دراجون بس ليه اسم تاني. طيب انا عارف ان ممكن تكون الدنيا اتلخبطت، خلينا نلم الدنيا بسرعه. البايستلز هي وحوش ليها علاقه باسماء تنانين، تمام، وليها علاقه باسماء ملوك. الاربع اسماء ملوك دول مذكورين كلهم في حاجه زي قصه في الميثولوجي كده، ومعاهم واحد تاني اسمه ألبيون اللي هو على اسم مين؟ على اسم البطل بتاعنا اللي هو ألبز. كلهم جايين من ورا الهول، وده بيقول لنا ان ألبز جاي معاهم من نفس المكان اللي التنانين دي جايه منه. كلهم بيعرفوا يتحولوا لتنانين او كلهم تنانين ومنهم ألبز. الفرق ان احنا عندنا التنانين بتاعتنا كلها متكتفه، كلها عندها قيود على ايديها وعلى رجليها ومش عارفه تتحول. قالك دي كانت مجرد ظلال للتنانين القديمه. القصه اللي انا متخيلها دلوقتي ان عندنا الهول دي بتوصلنا بعالم تاني فيه البراندد ده فيه تنانين كتير، منهم الاربعه بايست اللي احنا شفناهم، ومنهم ألبز اللي كان واحد منهم. بس ألبز لسبب احنا مش عارفينه لغايه دلوقتي قدر يكسر القيود، او قيود اتكسرت لايا كان السبب، او ممكن يكون اتطرد منهم ودخل للعالم بتاعنا وهو على شكل التايتاني كلاد دراجون. ومن هنا ألبز نسي ماضيه. في نفس الوقت واحد تاني اللي هو ذا بايستل ليبيليون اللي هو ألوبر، ده برضو كان معاهم من ضمن البراندز لان هو عرف يتحول للبايستل ليبيليون، وهو ده اللي كان مخطط لكل حاجه. هو اللي كان مخطط ان ماكسيمس يعمل كده، وهو اللي كان عامل المسرحيه دي كلها. هو اللي كان عامل المسرحيه لماكسيمس ومخليه يعمل الدوجماتيكا ومخليه يعمل العقيده عشان يقدر يستدعيهم، وفي الاخر لما يجي مع الديسبيا يقدر يتحول لشكله الرئيسي اللي هو بايستل ليبيليون. احنا كده جمعنا حته قصه يعني ممكن تكون شايفها اوفر شويه، بس انا اعتقد ان اختيارهم للاسماء ده ما كانش اي كلام وخلاص. هل احنا كده خلصنا؟ لا، لسه في حته تانية مهمه جدا 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 في الاسطوره بتاعتنا. ألبيون اللي قلنا بين قوسين اسمه بليك، هو في الحقيقه اسم الرجل البدائي. ألبيون موجود في اساطير واحد اسمه ويليام بليك على ان هو الرجل البدائي اللي سقوطه زي ادم كده بالظبط ادى ان هو يقسم 4 حاجات اسمهم ايه؟ اسمهم الزوا. ايوه الزوا دي سمعناها فين؟ الزوا دي سمعناها في ألبا زوا اللي هو التحول الاخير لماكسيمس، وهو اسمه مشتق لحاجة قديمة في الميثولوجي البريطانية لواحد تاني اسمه ألبيون، بس ده مش موضوعنا. احنا موضوعنا دلوقتي في ألبيون نفسه. طيب ماله ألبيون نفسه ده يا عم؟ ألبيون قالك لما سقط اتكونت معاه 4 حاجات، 4 زوس او زوا. طيب ايه ال4 زوا دول؟ ال4 زوس اللي وقعوا او انقسموا بقى لما الألبيون ده وقع كانوا ايه؟ كانوا اول حاجه واحده اسمها لوفا، ولوفا دي المفروض الحاجه اللي بتمثل الحب، حتى جايه اسمها من لوفا اللي قريبه من لوفر او لاف. حاجه تانية اسمها الثرمس، والثرمس دي بتمثل الرغبات الجنسيه. تالت حاجه اسمها اوريزن، ودي بتمثل المنطق والقانون وبيتم تمثيلها في شكل راجل عجوز بدقن بيضه كده. ورابع حاجه اسمها الأورثونا، والأورثونا جايه من كلمه ايرث اونر، أورثونا تقريبا هو كان يقصد
اقصد كده، هم مكتوبه يعني كده، ودي كده بيتم تمثيلها على شكل حداد. الحداد ده شغال فين بقى؟ شوف يا اخي الايه الهبل. الحداد ده شغال في حته اسمها جولجونزا، ولو رحت تشوف ايه جولجونزا هتلاقيها هي مدينه اسطوريه في اعمال ويليام بليك، الراجل اللي احنا بنتكلم عنه، الراجل اللي كاتب كل الكلام ده. فجولجوندا في الحقيقه ايرث اوف جولجوندا هي ليها علاقه بجولجونزا، المكان اللي موجود في الاسطوره. والزوة هو في 4 زوة وقعت نتيجه انقسام الانسان اللي هو مين؟ اللي هو ألبيون. بس احنا كده ما خلصناش، لسه في نقطه صغيره عشان تفهمنا كل الموضوع ده. نشوف بقى الصوره اللي احنا قدامنا دي، هي اللي بتمثل كل اللي احنا قلناه، ال4 زوز اللي موجودين، وفي بيضه في الوسط. البيضه دي فيها ادم وفيها سيتن، وادم موجود فوق اللي هو المفروض هنا ألبيون، قلنا الانسان البدائي. فاحنا كده عندنا ألبيون اللي هو ألبز ادم، وعندنا التاني على طول اللي طالع منه نار اللي هو سيتن، اللي هو مين؟ اللي هو ألوبر. فكده القصه اعتقد كلها اتكونت. ال4 تنانين اللي موجودين اللي هم ال4 بيستل او بايستل، هم ال4 زوس اللي موجودين هنا، وادم اللي هو ألبيون وسيتن اللي هو ألوبر، الاتنين موجودين كجزء من التكون بتاعهم. ده كده اعتقد مشكل لنا القصه شويه، او في رايي يعني ده اللي انا فاهمه منهم، ان في الشعر بتاع ويليام بليك ده عندنا هنا 4 زوس، 4 حاجات. ال4 حاجات دول بيتشابكوا في تكوين 2، آدم وسيتن، ألوبر وألبيون. وال4 المفروض بقى على حسب القصة إن دول 4 تنانين البستل. ال6 دول كلهم كانوا موجودين في أرض تانية ورا الهول. آدم لسبب ما سقط، وهنا الزوس كلها انفصلت، وسيتن كمان انفصل عنه، ولما سقط وقع عندنا من الهول للعالم بتاعنا اللي هو العالم اللي فيه الدوجماتيكا. في نفس الوقت سيتن ده كان لسه موجود هناك، وعمل بقى المسرحية دي كلها، وخلى الدوجماتيكا تعمل كل ده عشان يعرفوا يستدعوه. سيتن او ألوبر قدر يروح معاهم لما دوجماتيكا ماكسيمس عرف يوصلهم هناك. في نفس الوقت ال4 تنانين التانيين اللي هم ال4 زوس لسه موجودين هناك زي ما هم، لغايه ما بدات المسرحيه تكمل، وماكسيمس عرف يفتح هولز تانية موجوده عشان يعرف يجيب ال4 الباقيين. هنا بعد وصول ال4 بيستل، ألوبر قدر يحول نفسه لشكل لبيليون اللي هو البيستل الخامس. وعندنا كده لسه ألبز اللي فقد القدره ان هو يتحول لتنين. واحنا كده تقريبا فهمنا قصته، ان هو الانسان اللي كان موجود في قصه السقوط، اللي حواليه ال4 زوس، ال4 عناصر الحياه او ال4 حاجات اللي كانت بتكونه هو والشيطان، انفصل عنه، والشيطان فاكر المعركه اللي بينهم، عشان كده ألوبر جه وهو حاطط في دماغه ان هو يهزم ألبز. تهيألي كده القصه مكمله بعض بطريقه جميله. احنا كل ده لسه ما كملناش، احنا بس بنتكلم في الرموز اللي فاتتنا. ناقص رمز واحد اخير، معلش طولنا شويه بس ايه لازم يتقال برضو، مش هيجي على ده. الرمز الاخير بقى ليه علاقه بالبايستل ألبالوس. طب ايه لوس دي بقى؟ هنا بيقول لنا برضو في نفس الاسطوره بتاعته ان لوس ده هو الصوره الارضيه من الارثونه بعد ما سقطت. الارثونه كانت واحده من الفور زوس، ولما سقطت على الارض وبقت انسان اتحولت لحاجه اسمها لوس. طبعا انا هحط اللينكات ان شاء الله، افتكر يعني احط اللينكات كلها في الديسكريبشن. لو نسيت يا جماعه فكروني في الكومنتات، لاني دايما بنسى الموضوع ده، وبنسى كل لينك كان في انهي فيديو، عشان الموضوع بياخد وقت كده في الايديت، فبنسى في الوسط يعني. المهم ان لوس ده هو صوره الارثونه اللي وقعت على الارض، واللي اتطور منه من شكل النكسس لشكل الألبالوس في الاخر. وقلنا ان ماكسيمس اتحول لألبا زوا، وزوا ده اسم زي اسم العنصر زي ما قلنا عليه، والتاني اتحول لحاجه اسمها ألبالوس، ولوس ده هو واحد من الزوس بعد ما وقع على الارض. كده احنا خلصنا شرح كل حاجه، ونرجع بقى نكمل قصتنا من مكان ما وقفنا لما ألبس كان واقف لوحده مع تراي بريجيد بيواجه الناس دي كلها ومش عارف يعمل ايه. ومن هنا بدات الديسايسيف باتل، المعركه الحاسمه. ولما ناخد بالنا من فرق القوه بين الاثنين، احنا بنسميها معركه بالاسم بس النتيجه كانت واضحه جدا، ان هي كانت مذبحه من الطرف الاقوى اللي هو طرف ألوبر. بس في حد بقى ما ننساهوش كويس، وهو مين؟ وهي الامبرس، الامبراطوره بتاعه الايس جيد، اللي غضبها كان بيزيد بعد اللي حصل في ايس جيد كيرس لما الامبراطوره ماتت، وان غضبهم ده بدا يديهم قوه اكبر، وهم هدفهم واحد بس، السورد سول اللي قتلهم. وهنلاقي في كارت اسمه ايس جيد جمير اي جرين ان هي هنا كسرت بقى خلاص الشل اللي كانت محتميه بيها او بتكبر فيها، ووصلت لشكلها الاكبر خلاص، اللي هو خلاص بقت الامبراطوره، ما بقتش الطفله الصغيره اللي كانت قبل كده، وراحت عشان تواجه السورد سول او الفيوجن بتاعه الجديد في كارت ايس جيد مانيفستيشن. باين هنا تحت الكائن اللي كانت قاعده جواه اللي خرجت منه خلاص، وباين هنا وهي طايره، وباين الابيس دراجون الناحيه الثانيه. نسيب الاثنين دول يتخانقوا ونروح للديسبيا، ونقول ان مهما كانت عدد المرات اللي الديسبيا بتتهزم فيهم، الديسبيا بترجع مره تانية اقوى من الاول عن طريق قوه الدوجماتيكا ألبا زوا.
الحاجه الوحيده اللي بتفرق ان كل مره بيرجعوا فيها بيرجعوا شكلهم مشوه اكتر من المره اللي قبلها. وعشان الالايز بتوع الترايب بريجيد كانوا عارفين ان الناس دي في الحقيقه كانوا ناس حقيقيه اهل دوجماتيكا، كانوا قلقانين ومترددين ان هم يستخدموا قوتهم ناحيه الناس دي، لان هم عارفين في الاخر ان هم مواطنين عاديين حتى ولو كانوا اعداء الامه. من ناحيه تانية البيستلز اللي كان البالوس بيحكمهم كانوا كده بيضربوا في كله، بيضربوا في الترايب بريجيد وبيضربوا في الديسبيان في نفس الوقت، ما كانش فارق معاهم، هم كانوا جايين يدمروا خلاص. وهنا في وسط المعركه وخلاص كله كان حاسس ان هو هيخسر ومفيش اي حاجه ممكن تحصل عشان يكسبوا، ظهر لنا بطل جديد. وهنا سمعنا صوت بيهز السماء وفي ناس جت على طول للانقاذ، والناس دي كانت جايه بقياده مين؟ جايجانتيك تشامبيون سارجس، اللي باين عليه ان هو كابتن سارجس، سبرينجنز كابتن سارجس، ومعاه ثيريون كينج ريجلس، وواخد اسم جايجانتيك من الجايجانتيك سبرايت اللي كانوا بيواجهوه. وفي كده كوتيشن مارك علامتين موجودين جنب تشامبيون بنفس النظام اللي ريجلس كان مكتوب فيه، وده يبين لنا ان هو انتصر في المعركه وقدر يجمع نفسه كماشين مع الماشين التاني بتاع ريجلس، بس ريجلس كان ايرث وسارجس كان فاير، فده معناه ان ده سارجس، هو باين في الاسم يعني، بس هو الفاير بتاعه اتريبيوت كمان بيدل على كده. وهنا جه عشان ينقذ الموقف بعد ما خلاص الترايب بريجيد كانوا حسوا باليأس من ان هم يكسبوا، وهو طبعا محمل بطاقة السبرايت. وهنلاقي في كارت التالي هو سبرينجس وهو بيهاجم وبيضرب كل اسلحته، ومعاه بيتضرب نور بنفسجي، والنور البنفسجي ده اللي كان موجود في كينج الريجولر لو فاكرينه، اللي قلنا مزيج من اللون الاحمر واللون الازرق بتوع السبرايت. فكده بقت المفروض قوته اعلى بكتير من قبل كده، وده الهجوم بتاعه. وقال لك بعد ما رجعوا السبرينجنز واخدين طاقه السبرايت جواهم في اجسامهم، انفجروا في كل حته حوالين جولجوندا. شويه منهم الطاقه بتاعتهم بقت موجوده في اماكن متفرقه توقف حركه حراس الديسبيا اللي موجودين في كل حته، وشويه منهم جم ناحيه الديمي دراجونز، جم ناحيه البيستلز اللي موجودين في ناحيه تانية، وبيرسينج ذيم فول اوف هولز، خرموهم. يعني جات الطاقه بتاعتهم في البيستلز راحت مخرماهم هناك، اللي هو ايه يعتبر شبه هزمتهم، لسه مش عارفين. وفي نفس الوقت السبرينجنز بينفجروا في كل حته، هم فخورين بمين فيهم بينور اكتر وبيعمل ضوء اكتر من التاني وهو بينفجر. احنا قلنا خلي بالكم ان السبرينجنز هم كائنات ضبابيه شويه مش الكائنات المعدنيه، وده برضو يفكرنا بينهم وبين السبرايت ان هم دول كائنات من الفوجز من الضباب، والتانيين كائنات من الطاقه من البلازما، فالاتنين برضو يدللنا ان هم الاتنين جايين من نفس الاي اي. المهم في نفس الوقت اللي دول بينفجروا فيه مع الديسبيا، راح انطلق شعاعين في نفس الوقت ضاربين الراسين بتاعه البالوس، واحد منهم بتاع تشامبيون كابتن سارجس اللي احنا لسه شايفينه، والتاني كانت ضربة شوريج اللي راحت على راس التنين دمرته. بس احنا شايفين هنا ان الشعاع بتاعه المرة دي ازرق فاحمر. ليه الكلام ده؟ لان عندنا ترايب بريجيد ارمز بيسافيلس 2 وارمز بيسافيلس 2 ارمز. ليه؟ لان احنا قلنا الاول هو دراعه مش موجود، فاكرين كان عنده ايد معدنيه. كيت راحت جمعت له الطاقه بتاعه الترايب بريجيد الازرق والاحمر، عشان كده الضربه شايفينها ازرق فاحمر، وكون الدراع الجديد. وبسافلس ده كان اسم الحصان اللي بيحبه الاسكندر الاكبر، فتقريبا كده عشان كده سموه 2، ده بقى الحصان الثاني. وكلمه بسافلس نفسها جايه من تور وراس، فاللي هي كانها زي راس التور، وهو المفروض هجومه قوي، فممكن يكون ده الريفرنس اللي بيرموا ليه. وباين كده لما نركز في الكارت هنلاقي ان هو لابس نفس القناع وشعره نفس الشعر، والطائر الميركيور طاير جنبه هنا. وقدروا فعلا بضربه واحده يقضوا على الالبالوس اخيرا، او مش اخيرا، هم كده على الاقل وقفوا واحد من الاعداء الكتير اللي موجودين عندهم. في نفس الوقت كيت كانت جايه بأداة جديده هي مطوراها، وهي ريند برام ذا سترايكنج دراجون. وهناخد بالنا في الصوره ان هي فعلا نزلت على طول وخدت البز معاها. البز هنا ماسك في رجل التنين ده او رجل الكائن المعدني ده. وناخد بالنا من حاجه جميله، ان الكارت ده هو فيوجن بين البز وبين بيست او بيست وورير او وينجد بيست اللي هي كيت الترايب بريجيد. هو اندماج بين البز وبين الترايب بريجيد، وان الوحش ده وينجد بيست مش ماشين، رغم ان هو شكله ماشين، بس هو وينجد بيست لان كيت هي اللي راكباه. تفاصيل جميله. وهنا بعد ما البالوس خسر، ليبيليون بقى لوحده، فمن ناحيه كيت هجمت ومن الناحيه التانية بسيفلس هجم، وهما الاثنين ضربوا ناحيته. مين بقى اللي نط هنا عشان ينقذ القصه؟ كارتيزيا. كارتيزيا ما ننساش ان هي متسيطر عليها اصلا. كارتيزيا اللي هي اكليسيا دلوقتي هي في الشكل الشرير بتاعها، فنطت عشان تمنع الهجوم ده ان هو يحصل اول ما خدت بالها من الهجوم اللي رايح ناحيه ليبيليون. وكانت بتفكر بما ان هي اتولدت مره تانية من البراندز او من البراندد من التنانين دي، ان هي ما عندهاش حاجه تانية تعملها غير ان هي تضحي بنفسها عشان تحمي ليبيليون. وهنلاقي
وهنلاقي في براندد بي فولن وهي طايره قدامه وعندها اجنحه التنين بتاع الداسك اللي قلنا عليه قبل كده، وهي بتحمي ليبليون اللي هو واضح ان هو كبير قوي ورا. هنا الموقف بالنسبه لنا الوبر هياخد الضربه وهيموت وكارتيزيا نطت. هنا البز ما كانش في دماغه غير ان هو يعمل حاجه واحده، ان هو ينط من ريندرام ويحاول بكل قوته ان هو ينده عليها باسمها، يمكن يقدر يرجعها مره تانية زي ما هي عملت معاه قبل كده لو فاكرين. قالك وصرخ باسمها بصوت عالي اكليسيا كده، وده هنشوفه في كارت لايت اوف ذا براندد وهو بينط وراها عشان يلحقها وهي بتقع مغمى عليها، وهو ديسبريتلي بيأس بيحاول يمسك البنت اللي اتعرضت للضربه دي وبيحاول يفرد ايديه الاتنين عشان يلحقها قبل ما تقع. واحنا هنا بننهي فصل يعني من الفصول، بس هنكملهم كلهم في الفيديو ده مهما طول زي ما قلنا، هنكمل الفيديو لاخره ونروح لاخر فصل بقى معانا في القصه كلها، ونقول ان البز وهو بينط ناحيه كارتيجيا ما كانش في ايده حاجه يعملها غير ان هو يستخدم اخر سلاح معاه وهو البليد او النصل اللي موجود من الميرور جيد. واول ما البز قدر يوصل لايد كارتيزيا ويمسكها، في نور كبير غطاهم هما الاتنين. ممكن دي تكون قوة التحول لتنين اللي البز المفروض اتسرقت منه، او ممكن تكون قوة كارتيزيا، او ممكن تكون معجزة جديدة حصلت. وفي نفس الوقت اللي السما مليانة فيه بالنور، البز عرف يرجع اكليسيا مرة تانية من كارتيزيا. ولما النور الشديد ده بعد، في تنين جديد ظهر، ملك جديد ألبيون ذا سانكتيفاير دراجون او ألبيون التنين المقدس. لقوه واقف هناك وهو مغطي نفسه بالنيران الذهبيه، ولو ركزنا في صورته اولا هنلاقيه ابيض، طبعا دي حاجه واضحه، براندد ان وايت، وقلنا البز وقلنا التنين الابيض والكلام ده كله. تاني حاجه هنلاقيها او نلاحظها ان هو لابس نفس السلسله بتاعه البز، وبعد كده هنلاقي كمان ان هو عنده النصل بتاع الميرور جيد موجود على راسه زي ما هو، يعني استخدمه برضو وفضل موجود معاه. وهنا ألبيون مره واحده ضرب الجولدن فليمز او النيران الذهبيه دي من جسمه اللي غطت المكان كله وغطت كل اجزاء جولجوندا. وفي نفس الوقت النار دي لما وصلت للناس ما حرقتهمش، بل بالعكس لما حراس الديسبيا اتغطوا بيها تماما رجعوا تاني لشكلهم الحقيقي بتاع الدوجماتيكا القديم. وهنلاقي الكلام ده في كارت اسمه برايتست بليزنج براندد كينج، الألمع والمشتعل ملك البراندد، وده تقريبا الفورم الحقيقي بتاع البز اللي بيقول لنا ان البز فعلا هو كان الملك بتاع التنانين اللي هناك. احنا حكينا القصه خلاص مش هنقولها تاني، بس احنا بنقول كده ان البز تقريبا كان ليه مكانه كبيره جدا في وسط التنانين اللي هناك دي. ومع ظهور اللهب الذهبي البازوا والتنانين بدأوا يضربوا قوه من كل حته، والمفروض ان ماكسيمس هو اللي كان هيقود الامه اللي هي الدوجماتيكا، بس هو دلوقتي بدأ يتجنن وبدأ يكلم نفسه، هو ليه التنين ده موجود؟ هل الوبر عمل حاجه تانية للاساسن بتاعي اللي هو ادليبتم اللي هو كان في الاول هاشيان ده اللي قلنا عليه؟ انا قعدت كام قرن ابني فيها العالم ده من ساعه ما جيت. وبعدين بدأ يتجنن اكتر بقى، كل ده مجرد مقدمه للي انا هعمله من هنا ورايح، هتبقى في الاف الجثث وهتعمل جبال ودم المليارات هيمشي كانه انهار، وهرحب بالاله اللي هيقودني للعرش بتاعه اللي عمله بفنون الموت. وقعد يقول انتوا مش خايفين ولا ايه؟ اني اجدع من عتريس، اني سفاح، اني شراني كده. وفي وسط الجنان اللي هو فيه بدأ يبلع البستل وهو مجنون، بيحاول هو نفسه يوصل للحالة الإلهية، بيحاول يبقى زيهم إله أو يبقى أعلى منهم كمان. وده هنلاقيه في كارت اسمه بستل ديسباتر. ليه هو الراجل ده؟ هتلاقي ان اولا نفس الجناحات بتاعته الهولز موجوده حواليه في كل حته، وهنلاقي كمان لسانه البنفسجي اللي قلنا عليه بقى كذا واحد، يعني نفس الفكره بالظبط بس خد فورم اقوى. الجميل ان هو هنا ما خدش فورم اقوى ولا حاجه، هو بقى اكسترا ديك مونستر، وهو طول عمره كان بيحارب الاكسترا ديك مونسترز. طب ليه تحول لكده؟ هل دي حاجه حلوه؟ هي دي مش حاجه حلوه لسبب بسيط. اولا هو كان هجوم 4000 دفاع 4000، دلوقتي بقى 3500، يعني نزل في القوه. هو نقدر نقول كده ان هو ايه بقى الحاجه اللي طول عمره كان بيحاول يواجهها، وده طبعا مش هيجي من غير تمن. الاول نقول بس ان ديسباتر ده اسم اله روماني موجود بتاع العالم السفلي، يعني معلومه على جنب ان هو خلاص بقى فاكر نفسه بقى اله تقريبا، بس بقى ايه ديسباتر. وفي نفس الوقت اول ما تحول بص لألبيون عشان يخلص عليه لانه خلاص عايز المعركه تنتهي هنا. في نفس اللحظه ظهر برق احمر طالع من الارض للسماء من مكان ما كارتيزيا وقعت. بعد ما كارتيزيا وقعت وفقدت الفيسل بتاعتها او الجسم اللي كانت موجوده فيه اللي كان مسيطر على اكليسيا، ما بقتش قادره تسيطر على الجسم ده وبدا ينهار بسرعه. هنا اتدخلت روح اقوى واحده من الهولي ميدنز ورجعت للجسم تاني وبدات تديله الشكل بتاعه بدل ما ينهار. وخد شكل ايه؟ خد شكلها هي بالدرع وبالسيف بتاعها، اللي هي مين؟ اللي هي فلور دي لي اللي رجعت مره تانية للحياه. هل هي رجعت مره تانية لان البليز او اللهب بتاع ألبيون ذا سانكتيفاير دراجون حررها من اللي هي كانت فيه، ولا رجعت لسبب تاني؟ هنعرف كده دلوقتي. المهم ان هي رجعت في شكل ديسبيان لولوا ليلث، وطبعا الاسم ده مش اي كلام. مين لولوا ليلث دي؟ لولوا هو المفروض ان ده اسم
اكبر بنت من ابناء ادم وحواء، وليليث هي اسم الزوجه الاولى لادم طبعا في الحضاره بقى اللي هما بيتكلموا منها دي. وليليث في نفس الوقت لو عارفين هي اسم ديمن هتبقى تتحول لشطانه بعد كده، قصه كبيره قوي اعتقد مش عارف اتكلمنا فيها قبل كده ولا لا، بس هي دي عموما في الميثولوجي اليهوديه. ليليث الزوجه الاولى لادم هي اللي رفضت ان هي تخضع ليه، ومن هنا اتحولت لشطانه، اللي المفروض يعني ان الاسم ده متسمي على اساس ان فلور دي لي برضو رفضت تخضع للدوجماتيكا وتحولت دلوقتي لديسبيان او شيطانه. مش عجباني قوي الحته دي، بس يعني ماشي زي ما هم عايزين بقى قصتهم، لان الدوجماتيكا اصلا تحولوا لديسبيان فاهم، فاللي هو طب ايه الفكره، ما هي يعني ما لو كانت سامع الكلام ممكن بقت ديسبيان برضو. ما عجبتنيش الحته دي. في نفس الوقت اللي سارجس وشريك بيهاجموا في القلعه الكبيره بتاعه الديسبيا، وفلور دي لي عماله تضرب البرق الاحمر بتاعها على الديسباتر. في نفس الوقت اللي بيحصل فيه كده هنلاقي ان بسرعه شوريج عرف يضرب ضربه قاتله ويعمل جرح قاتل وخرم كبير جوه ديسباتر اللي عمال ينهار دلوقتي. ديسباتر اللي لسه واكل التنانين البستل كلهم بعد ما اتضرب من شوريج، وبعد ما اللهب بتاع ألبيون حرقه اتحول خلاص لرماد وفيدد اوي، انتصر كده خلاص، مات يا عيني الراجل بعد كل اللي عمله ده، ملحقش يشوف مملكته الكبيره قدامه. مين اللي شايف الكلام ده من بعيد؟ ألوبر، اللي هنلاقيه بينزل بالراحه جدا وبيقول كلمات كويسه للكائن اللي ساجد قدامه اللي هو اد ليبتم، اللي هو كان المساعد قبل كده بتاع ماكسيمس، اللي حاليا واضح ان هو بيدين للولاء خلاص لألوبر في كارت اسمه ايتود اوف ذا براندد او القطعه الموسيقيه. هو بيقولك ان هنا ألوبر هو بيشكره just like a jester زي المهرج، واضح ان هو مبسوط جدا جدا بالمشهد اللي بيحصل. وبيقفل هنا القصه بقى اخيرا ان ايام وشهور عدت على الحرب اللي حصلت دي، بس جراح المعركه لسه موجوده عند الكل. بس على الرغم من كده كل الناس اللي اتجرحوا قرروا انهم يكملوا في مستقبلهم، والامبراطوره الجديده للايس جيد عرفت تحبس عدوها وتحطه في كرادل صغيره كده زي ما احنا شايفين في كارت ايس جيد ران ايجرين، وقال ان هي قفلت السيكريت سامت كله بتلج ساقع بالظبط زي قلبها قوي وثابت عشان ما ينهارش مره تانية. كده احنا خلصنا الايس جيد في مكانهم، هزمت عدوها وحطيته خلاص قفلت عليه. نروح لكويم اللي بقت جايدنج كويم ذا فيرتشوس، ومكتوب ان هي بنت ماشيه لوحدها في الطريق اللي بوظه الاضطراب، عماله تكلم نفسها وتبص حواليها كانها مسافره مع حد تاني. وبعد ما روح فلور دي لي نزلت في الاعماق السفلى مره تانية، كويم اللي بقت تقريبا اليونيفاير اوف ذا هولي ميدن، الوحيده الموحده يعني لكل الهولي ميدنز اللي موجودين، ما بقاش عندها اي تعبير على وشها، وادت ظهرها للامه الكبيره الدوجماتيكا اللي كانت المفروض تبقى اعظم امه في يوم من الايام، وفضلت ماشيه تايهه في طريقها. بس كده ده اللي اتقال عن كويم، مش اكتر من كده. نرجع ناحيه مين؟ نرجع ناحيه السبرايتس والاريجيرس. هنلاقي فولن اوف اريجيرس، وهنا احنا عارفين فولن اوف الباز وقع، هنا فولن اوف اريجيرس ده بقى هو اللي متبقي من الاي اي. طبعا الكلام ده كله مش مكتوب بس احنا بنحاول نفهم من الكارت. اولا هو قال لك ده بعد وقت طويل في كائنات طايره فوق في الكارت هنا، هل دي كائنات ملهاش علاقه بالموضوع وهو باصص لهم، ولا الكائنات دي وقت الحرب والكائن ده كان اتكون؟ طيب الكائن ده لو ركزنا فيه هنلاقي ايه؟ اولا هنلاقي ان الكائن ده متكون من قوه السبرايت، لان عنده جزء الاحمر هنا وهنا الازرق اللي هما بتوع الريد والبلو. في نفس الوقت عنده الطاقه البنفسجي بتاعه الريجولر، ده معناه ان هو ممكن يكون اتكون. واللبس اللي لابسه ده هو لبس سبريند، ده معناه انه قدر يفك او يطلع من الجهاز اللي كانت عاملاه كيت اللي هو السبريند عشان يسيطر عليه. وفي نفس الوقت ماسك في ايده السلسله بتاعه سارجس اللي كان لابسها في ايده، قلنا قبل كده افتكروا الموضوع ده، دي سلسله سارجس هو كان ماسكها هنا وبيبص قدام. ونقطه تانية مهمه ان الجسم المعدني اللي عنده ده شويه قريب لألوبر، فهل ألوبر هو اللي رجعه تاني؟ هما كاتبين ايه؟ قال لك ده كان غير متوقع بس كان لازم يحصل، كان ميلاد لازم يحصل. الكيان ده ما عندوش اي ذكر قبل كده، بس قال لك كان شيء منطقي ان القوه اللي طلعت من السبرايت في الجراند سنسي وخدت بواقي البالوس ودمرته ادت الحياه مره تانية في هذا الجسم للكائن ده. كائن غير مرحب بيه من الارجيري سيستم، ما كانش عنده اسلاف ولا اجداد بس عنده اراده خاصه بيه، وهو ماشي في اتجاه بالظبط كأن في حاجه معينه متحكمه فيه. بس كده هو ده اللي كاتبينه. واحنا زي ما قلنا هل ممكن يكون ألوبر هو اللي بيتحكم فيه، هو اللي اداله الجسم ده، لان الجسم المعدني ده فيه جزء كده والقرنين دول شويه قريبين لليبيليون، مش عارفين. وانا اعتقد ان ده هيكون ليه علاقه بجزء كبير بقى تاني، هيفتحوا شابتر جديد للقصه بعد كده. عندنا بعد كده ذا بايستل ألوبر. ألوبر نفسه قاعد على عرش في كارت اسمه ذا بايستل ألوبر،
اتحول تاني لشكله الحقيقي، وماسك في ايده هنا الجوهرة اللي كانت مع كارتيزيا اللي قلنا ان هي بتتحكم في كل الهولز. لما كارتيزيا وقعت قلنا كان في ايديها السيف اللي فيه الجوهرة وهو هنا اللي اتحكم فيها. وبيقول ايه بقى؟ بيقول زي ما كنت متوقع من جولجوندا المدينة اللي اتحكمت بالحديد والفنون في يوم من الايام، هتحصل اكيد حادثة تانية تبقى لطيفة وكويسة. القصة اللي ماشية على السيناريو بالظبط دي قصة مملة جدا. اعتقد ان انا هفضل كده مراقب الدور اللي هيديه العالم للطفل المولود جديد، نيو بورن فولن، والتاني اسمه فولن اوف ارجرس. مهما كان مصير القصة دي انا الوحيد اللي عندي بذرة المعجزات، وماسك في ايده زي ما قلنا الجوهرة اللي بتفتح الهولز او بتتحكم في الهولز. هل هو هنا يقصد النيو بورن اللي هو ألبز، فولن اوف ألبز بعد ما اتولد هنا مرة تانية، ولا يقصد الاريجرس سيستم اللي احنا لسه قايلين هو اسمه فولن اوف اريجرس سيستم، وهو بيقول النيو بورن فولن، الفولن المولود جديد او الساقط المولود جديد. فممكن يكون قصده ده وممكن يكون قصده ده، مش واضحة قوي. وفي كارت اسمه ذا بلاك جوت لافس، باين فيه العرش بتاع بايستل ألوبر وعليه القناع بتاع ألوبر لوحده. والكلمة دي ليها في الترجمة يعني كلمة بالياباني معناها الشيطان، ديفل، اللي هي تويفل، بس هي دي كانت في الترجمة الأو سي جي أول ما نزلت، وبعد كده لما نزلوها سموها ذا بلاك جوت. وحتى البلاك جوت دي في ترجمتها ليها علاقة دايما بالشيطان اللي هو بالعربي بنسميه بافموت، ده هحط صورته برضو، فاللي هو ده البلاك جوت. هو عايز يقول ان ده الشيطان، او اللي هو ايه بقى لو مركزين في القصة اللي هو سيتن. ان هو هنا في اخر كارت خالص 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 بين لنا ان اسم الكارت بتاعه سيتن، كانه قلع القناع وقال لنا هو مين. فهو قايل لك ذا بلاك جوت او الديفل، الشيطان اللي بيضحك. وده ماشي، كل ده ماشي مع القصة اللي قلناها قبل كده بتاعت ادم وسيتن والشيطان اللي جه، اللي قلناها في اول نفس الفيديو ده. يعني لو انت كنت قدمته ولا حاجة هتلاقي التفسير لكل اللي احنا بنقوله ده. وبعد كده بقى وقت النهاية السعيدة في كارت نيو فرونتير، الحدود الجديدة. إكليسيا رجعت مرة تانية، وألبز رجع لشكله العادي، وكيت بتسلم عليهم وهم راكبين حاجة وطايرين. ولما نقرب شوية هنلاقي إن عين المركبة دي نفس العين اللي قلنا عليها بتاعة السبرينجنز، ونفس العين بتاعة الاي اي الاريجرس سيستم اللي قلنا عليه. نلاقي على كتف ألبز نفس الكائن بتاع السبرينجنز اللي هو قلنا كائن ضبابي، وطاير جنبهم الميركيور الطائر بتاع الترايب بريجيد. وبعدين بينهيها بقى بجملة كده، قالك ان جراح الحرب ما اتشافتش وان الحقد لسه موجود، ومع ذلك اللي باقيين من التراي بريجيد واللي رجعوا تاني من فرسان التعليم المقدسة قدروا يعيشوا في سلام مع بعض، والناس بتتحرك عشان تبني من جديد وتفتح صفحة جديدة. وفي نفس الوقت الولد والبنت بيعملوا تجهيزاتهم عشان يبتدوا رحلة. وبعدين بيقول ان القارة لسه مليانة بأسرار وقوة كتير قوي، واكيد مليانة اخطار لسه هيقابلوها، واكيد مستقبل الولد والبنت هيتملي بذكريات كتيرة جدا. وقالك ان الحرب والدمار بتاع الدوجماتيكا اللي هيتسمى بعد كده بالجولجوندا وور مجرد حاجة بسيطة جدا في اللي لسه هيحصل من الاحداث الكتير للقارة دي. وقالك لغاية دلوقتي لسه في ناس محتارة من اللي حصل ومش قادرين يفهموه، وفي ناس قررت تخرج من الظل وتبتدي مسيرة جديدة، ودايما القوة هتولد نزاعات جديدة. وسواء الناس عايزة كده او مش عايزة، الوقت دايما هيمشي لقدام نحو فوضى اكتر. وبكده نقدر نقول اننا قفلنا القصة بتاعة ألبس. دي كانت نهاية القصة. انا شايف ان هي قصة رائعة بصراحة يا جماعة، قصة جميلة. انا بس هنا عايز ارجع للكارت بتاع ألوبر اللي هو كارت التوكن بتاعه، اللي كان مكتوب عليه جزء جميل قوي. كان مكتوب عليه قالك ايه؟ قالك a thing separated from the abyss، شيء انفصل من الأبس، من الهوية. واحنا قلنا ان الاربع تنانين اللي في الاول كانوا مندمجين وعاملين حاجة، وده انفصل منهم اللي هو الشيطان سيتن. قال لك it mocked the light، اتريق على اللايت اللي احنا نقدر نقول عليه كان ألبز، وهو اتريق عليه لان هو كان اقوى منه قاعد بيضحك. وديسيفد الداركنس، وخدع الظلام اللي هو ممكن يكون ماكسيمس مثلا، لان ماكسيمس كان اقوى شرير موجود في القصة لغاية ما ظهر ألوبر. وفي نفس الوقت هو دلوقتي قاعد على العرش بتاعه، واسم الكارت اللي كان موجود في القناع بتاعه ليه علاقة واضحة ومباشرة جدا بالشيطان. حاجة أخيرة صغيرة، بص على الشكل اللي موجود عند ألبا ليناتوس اللي اتكلمنا عنه قبل كده. الشكل ده بيفكرك بإيه؟ بالظبط كده، بيفكرك بشكل الأربعة زوا مع آدم وسيتن. كمية حاجات حاطينها مش طبيعية. طبعا اكيد انا فوتت حاجات كتيره جدا ممكن اكون ما قلتهاش. يا ريت لو خدت بالك من حاجه من الحاجات اللي انا فوتها تكتبها في كومنت، وممكن نجمع فيديو اخير بقى ليه كل النظريات اللي الناس قالتها او فكرت فيها وما كانتش مكتوب. بس كده، ده كان الفيديو الاخير في سلسله فولن اوف ألبز. يا ريت لو الفيديو عجبك تعمل لايك وسبسكرايب وشير والحاجات دي كلها. يا ترى ايه القصه الجديده الجايه بقى؟ يا ريت تكتب اقتراحك في كومنت. بس كده، شكرا جدا.